مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. اليوم لدينا خبر مهم جدا، خبر بالتأكيد سيسعد الآلاف بل عشرات الآلاف بل الملايين من اليمنيين عموما. هذا الخبر متعلق أساسا بالمفاوضات التي تجري لحدود الآن، أيام بل أسابيع من المفاوضات الشاقة والجادة بين الوفد الحوثي والوفد السعودي في العاصمة الأردنية عمان. هذه المفاوضات يبدو أنها بدأت تؤتي ثمارها، حيث أن هناك خبر الآن قادم من هذه المفاوضات أسعد الملايين من الشعب اليمني، والمتعلق تحديدا بالوصول إلى اتفاقية بين الطرفين تقضي بإطلاق آلاف الأسرى من الجانبين في اتفاقية تاريخية ومهمة جدا. الصحافة اليمنية عنونت هذه الأخبار تحت عنوان: انفراجة مرتقبة، اتفاق وشيك لتبادل قرابة 3000 أسير ومختطف بين الحكومة وميليشيا الحوثي وحسم ملف محمد قحطة. حسب المعلومات الواردة، من بين ما تم الاتفاق عليه أن الحوثيين سيطلقون 1700 أسير، أما الحكومة الشرعية اليمنية فستطلق حوالي 1200 أسير. هذه التطورات لم تأتي بشكل مفاجئ، بل هي نتيجة مسار طويل من المفاوضات منذ أشهر، مرورا بجولة مسقط والتي وضعت الإطار العددي للصفقة، وصولا إلى جولات عمان والتي ركزت على التفاصيل الدقيقة، خاصة مراجعة قوائم الأسماء وتدقيقها لتفادي أي تعقيدات أثناء التنفيذ. من بين أيضا ما تم إدراجه في هذه الصفقة هو إدخال بعض الأسماء الكبيرة سواء السياسية أو العسكرية في هذه الصفقة، وهذا أمر مهم جدا لكلا الطرفين. هناك الكثير من الشخصيات السياسية أو القبلية أو العسكرية البارزة المعتقلة لدى الجانبين، لذلك إدخال أسماء وازنة يعطي بعدا أكثر قوة وبعدا إنسانيا أكثر وأيضا سياسيا أكثر لهذه الصفقة. نجاح هذه الصفقة وتبادل الأسرى لا يقف فقط عند نجاح هذه الصفقة بحد ذاتها، بل هو بداية لمرحلة جديدة، بداية ربما لصفقات أكبر، بما أن هذه الصفقة ستكون بداية مرحلة لبناء الثقة بين الجانبين، وهو الأمر المفقود جدا بين الجانبين طبعا. وبالتأكيد وصولهم إلى هذه الاتفاقية قد يفتح الباب من الآن فصاعدا إلى وصولهم لاتفاقيات أصعب وأكثر تعقيدا، ومنها ملف المرتبات، وهو من أكبر الملفات صعوبة وتعقيدا بين الطرفين، حيث يطالب الحوثيين الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية بدفع رواتب الموظفين الذين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، المدنيين منهم والعسكريين، بأموال النفط التي تستخرج طبعا من الأراضي التي تخضع لسيطرة الشرعية، بالإضافة إلى دفع كل المرتبات السابقة التي لم يتم دفعها لحدود الآن، بالإضافة أيضا إلى مجموعة من الملفات المعقدة الأخرى وما يخص بالموارد، خصوصا موارد النفط والغاز، وكيفية تقسيم هذه الثروات بين الجانبين، بالإضافة إلى الملف الأصعب في كل هذا وهو رغبة المملكة العربية السعودية بشكل قاطع تحييد سلاح الحوثيين وتحويل الحوثيين من حزب عسكري يمتلك مقومات وأسلحة عسكرية إلى حزب سياسي بالكامل يمنع عليه منعا باتا استخدام السلاح، وأن السلاح سيكون فقط في يد الدولة اليمنية الرسمية. الجيش والشرطة اليمنية فقط هم من يملكون الحق في امتلاك السلاح. وهنا تكمن المشكلة الكبيرة والحقيقية جدا بالنسبة للحوثيين، الذين يرون أن امتلاكهم للسلاح وكونهم حزبا عسكريا بامتياز هو ما يعطيهم هذه الأفضلية على الأرض، وأنه بمجرد تحولهم من حزب عسكري إلى حزب سياسي، وأنهم بمجرد تخليهم عن السلاح
سيصبحون بدون أي قوة حقيقية على الأرض، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى خسارة كل مكاسبهم التي اكتسبوها طيلة السنوات الماضية والمجهودات الكبيرة التي بذلوها، وأيضا التضحيات وكل ما قدموه من تضحيات في هذه الحروب، سواء الحرب الداخلية أو الحرب الخارجية، وإسنادهم لجبهة غزة كما يقولون، وأيضا إسنادهم لإيران في الحروب السابقة. لذلك الحوثيون الآن أمام مفترق طرق، إما أن يختاروا بالفعل طريق المفاوضات وطريق السلام، والذي فيه من التنازلات ما فيه، وفيه من إضعاف قوتهم العسكرية ما فيه، أو اكتفائهم بالمماطلة السياسية وتضييع الوقت من أجل كسب ربما مكاسب أخرى يستفيدون من خلالها عن طريق إضاعة الوقت، وذلك عن طريق عقد مثل هذه الصفقات المهمة ولكنها غير الكافية لتحديد مسار السلام في اليمن. لذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أنه مهما كانت هذه الصفقات مهمة، تبادل الأسرى أو أي اتفاقيات متبادلة، فإن الصعب لم يأتي بعد، وأن المفاوضات الصعبة هي المفاوضات المتعلقة بتوحيد الدولة اليمنية، وكيف سيكون الحوثيون وكيف سيمثل الحوثيون هذه الدولة، هل سلميا سياسيا فقط أم سياسيا وعسكريا بكونهم حزبا عسكريا مثل ما يقع في لبنان من تمثيل الحزب اللبناني أيضا للحكومة اللبنانية، ولكن أيضا كونه حزبا عسكريا. هذا لا تريده المملكة العربية السعودية ولن تقبل به المملكة العربية السعودية. لذلك قد نرى أن هناك تفاهمات آنية مثل ما حدث اليوم، ولكن في نفس الوقت سنرى في المستقبل أن هناك خلافات كبيرة حول بعض المواضيع، سواء المتعلقة بالنفط والغاز، تقسيم الثروات، الرواتب، وأيضا الأمر الخطير وهو نزع سلاح الحوثيين. هذا أصعب ملف، لا نعرف كيف سيتم حل هذا الملف في المستقبل، ولكن ربما سيكون المستقبل، ربما سيفاجئنا المستقبل بأخبار لم نتوقع. في المقابل أيضا التزم الطرفان خلال الفترة الماضية بصمت إعلامي شبه كامل بناء على توصيات أممية، وذلك لتجنب أي توترات قد تؤثر على سير المفاوضات. وهذا الصمت يعكس جدية المرحلة ومحاولة الحفاظ على التقدم المحقق بعيدا عن الضغوط. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. نشكر كل المتتبعين الكرام، نشكر كل المتتبعين الأوفياء الذين دائما يساندوننا ويتابعوننا في هذه القناة. نطلب من المشاهدين الجدد الذين يشاهدوننا لأول مرة اشتراك معنا، تفعيل زر الجرس، ومساندتنا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.